هل كلمة ياه اللي كتبها ما أدري. عاشوراء، وما أدراك ما هي عاشوراء؟ عاشوراء هي شهادة الإمام الحسين عليه السلام، شهيد الإنسانية من نهج رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، فترك حفيده عبرة للعالم بأجمعه، فقتل مذبوحا منحورا مظلوما فانتصر. هذا هو إحياء اليوم العاشر الذي أحيته الجالية اللبنانية في أبيجان في نفس الخط والمنهج والسيرة الحسينية، ابتداء من المركز الإسلامي اللبناني مع إمام الجالية اللبنانية سماحة العلامة الشيخ عدنان زلغوط. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. أنا الحقيقة في هذا اليوم، يوم العاشر من المحرم، لا أريد أن أطيل وأكثر الكلام والشرح، ولكن ما أريد أن أركز عليه أن الناس في كل أنحاء العالم، في كل أنحاء الدنيا في هذا اليوم، الذين ينظرون إلى مظاهر عاشوراء، عليهم أيضا أن يدرسوا العناوين والأهداف الإنسانية التي أراد الإمام الحسين عليه السلام من خلال ثورته أن تتحقق. وأيضا أتوجه بكلمة إلى المسلمين جميعا لأقول لهم أن الإمام الحسين عليه السلام عندما ثار وقام بثورته المباركة لم يكن في وقتها هناك سنة أو شيعة، كان هناك انحراف أراد أن يغيره تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة إسلامية تحدث عنها القرآن الكريم، وأمر بها النبي صلى الله عليه وآله جميع المسلمين عندما قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على كل مسلم ومسلمة. وأيضا يجب أن لا نغفل الجانب المأساوي في هذه الثورة المباركة وما ارتكب بحق الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام، الجانب المأساوي الذي من خلاله نرى ونعرف، ومن خلاله نرى كم صبر المظلومون على أذية الظالمين، وكم كان الظالمون مسرفين في إجرامهم وفيما ارتكبوه بحق سيد الشهداء سلام الله عليه. وأخيرا أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على محبي أهل البيت في كل أنحاء الدنيا بالخير والبركة إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل في هذا اليوم لهذا البلد الكريم المضياف الذي على أرضه نحيي هذه الذكرى المباركة من دون قيود أو شروط، بلاد يتجسد فيها من خلال عشرات السنين منذ أن تواجدنا هنا وتواجد آباؤنا وربما أجدادنا، يتجسد في هذه البلد على صعيدها الطاهر الكريم حرية الأديان والتعبير من دون أي قيد أو شرط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والبركة. والسلام عليك يا سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Je le remercie pour tous ses bienfaits. Paix et salut sur le prophète et sa sainte famille. Aujourd'hui était le 10e jour pour nous du jour d'Ashura. Ashura représente pour le musulman étant un moment de commémoration du martyre d'Imam Hussein et l'ensemble de ses compagnons et familles qui l'ont suivi sur la terre de Karbala. Karbala représente une tragédie pour l'humanité. Je ne dirais pas pour les musulmans, pour l'humanité. Parce que le slogan, les enseignements de Imam Hussein, qui est le symbole de Karbala, il nous a instruit et nous laissé une leçon. Cette leçon est émanant de son grand-père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est basé sur la recommandation du bien et l'interdiction du mal. Imam Hussein nous a enseigné
l'endurance et la patience. L'imam nous a enseigné comment fortifier notre foi, comment sauvegarder notre foi, comment sauvegarder notre lien avec le Créateur. Donc il est bien pour le musulman de revenir chaque année, de se ressourcer et de commémorer cet événement-là qui a marqué l'humanité. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé la longévité de suivre ces événements cette année, qu'il nous accorde d'autres chances et d'autres opportunités afin que nous soyons toujours des disciples de l'imam Hussein et de continuer son combat. Je le disais tantôt, nous sommes tous des ambassadeurs de Ahlul Bayt alayhimus salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vous êtes où ici? Ici est considéré comme la première mosquée, le centre islamique libanais de Côte d'Ivoire, d'où Ashura et la communauté a vu le jour. Et c'est ici que tout a commencé. Et je pense que c'est ici que tout fera en sorte que l'humanité et la Côte d'Ivoire surtout deviendra plus forte et plus grande, Inch'Allah. كما جمعية البر والتعاون مع إمام الجمعية فضيلة الشيخ غسان درويش. من عاشور وصوابه يا حسين وصابه يا حسين العين سجابه هالشي المقايلوا لي كتبها منظور وحسين خلدها على صفحة نور هالشي المصاف. وجمعية الهدى الإسلامية مع إمام الجمعية فضيلة الشيخ وهيب مغني. من بصامي بخنصر يمينه المبتور حبري حسين واخضابه دمي يلوح بكتابه يا حسين ومصابه العين سجابه هالكلمة ما تتسمني بأنفاس. وجمعية الغدير مع فضيلة الشيخ صادق ترشيشي. نيني وهالي وخيل ناسي هالكلمة بحسيني فجاعت إحساسي واتمنى فيد والراس قد عوراسي ولا عزان محرابين وجسم الخيل تنتابه يا حسين ومصابه وجه العين سجابه. وجمعية الصادق الإسلامية الفرنكوفونية مع إمام الجمعية فضيلة الشيخ مرتضى الخليط. زينب كان ليلتي 11 تتغرب هالكلمة مثل خيال